السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. مبروك عليكم النتيجة. معاكم اخوكم شريف رضا من الفرقة الثالثة كلية الطب. ان شاء الله هنشرح النهاردة، او مش هنشرح بقى، هنتكلم شوية كده عن اساسيات ونظام الدراسة وايه هي اهم الحاجات اللي لازم تكون واخد بالك منها قبل ما تدخل وتبدأ كده في الكلية والدراسة ان شاء الله. انا عارف دلوقتي ان انتوا طبعا زمانكم فرحانين وربنا يكتر افراحكم دايما. ان شاء الله تكونوا تستحقوا المكانة اللي ربنا وضعكم فيها. انتوا دلوقتي هتدرسوا يعني يعتبر افضل واحسن العلوم بعد العلوم الشرعية. وطبعا لان انتوا عارفين ان لا غنى عن الطب، لا غنى عن الطب. تخيل معايا كده ان ان انت تنقذ حياة مريض او انت تخفف الامه. فمفيش غنى عن الطب. اي مادة او اي علم تاني تقدر تستغنى عنه، لكن الطب حتى لو كان طب بدائي بالاعشاب والنباتات لابد من وجود الطب. فربنا يوفقكم ويعينكم، وعايزكم يعني تجتهدوا زي ما كنتوا بتجتهدوا في الثانويه. لازم تجتهدوا في الكليه، وزي ما كان ليكم هدف معين في الثانويه ان انت تجيب مجموع عالي عشان تدخل الكليه اللي انت عايزها وتفرح اهلك. لازم يكون برضو عندك هدف في الكليه، لان انت لو ما حددتش هدفك في الكليه هتتوه. الكليه دي يا جماعه مجتمع كبير جدا، لو انت مش جاهز له ومستعد له هتتوه فيه. فلازم يعني تاخد عهد بينك وبين نفسك كده ان انت تجتهد في الكلية، ويكون ليك هدف مثلا ان انت تجيب امتياز كل سنة، او ان انت مثلا تكون عارف ان انت بعد سنين الكلية دي هعمل ايه. هل هسافر ولا هقعد؟ ولو هقعد هدرس ايه، او هختار التخصص بناء على ايه. فانت لازم تكون محدد من اول يوم في الكلية هدفك عشان ما تتوهش. انت في الثانوية كان المدرس يقول لك احنا هنذاكر كذا وعندنا امتحان على كذا، وكان بيحدد لك الطريق اللي انت هتمشي فيه. انما في الكلية انت هتشيل المسؤولية كاملة. مفيش حد هيقول لك اعمل كذا ولا حد هيقول لك سوي كذا. انت اللي هتبقى مسؤول عن كل تصرف من تصرفاتك. فلازم تكون قد المسؤولية وقد المكان اللي ربنا حطك فيها. ومرة تانية اهلا بيكم في كلية الطب. ان شاء الله النهاردة هكلمكم عن مميزات وعيوب كلية الطب، وعن نظام الدراسة في الكلية، وعن مقدمة كده عن المواد الأكاديمية وعن الموديولات وعن نظام الامتحانات. وهكلمكم عن كورسات المصطلحات الطبية اللي زاد الكلام عنها قوي في اليومين دول. وهل الإنجليزي ممكن يمثل عائق وممكن يعقدني من كلية الطب. وفي النهاية كده يعني حاجة سريعة كده هقول لك انت تشتري تابلت ولا لابتوب، وايه اللي هيفيدك اكتر، ولا ما تشتريش حاجة خالص وتذاكر من الكتاب. فان شاء الله هنتكلم بسرعة كده في الفيديو ده عن موضوعات مهمة جدا ان شاء الله تفيدك. فاول حاجة وهي مميزات وعيوب كلية الطب. طبعا يعني الطب زي ما ليه مميزات ليه عيوب. مفيش حاجة من غير عيوب، مفيش أي حاجة في الدنيا من غير عيوب. تمام. فتعال نبدأ بالمميزات. أول ميزة معانا وهي إن أنت إن شاء الله إن شاء الله هيكون ليك دخل مادي كويس. أنت هتتعب شوية عما توصل له، ولكن إن شاء الله يعني أنت ما شفتش تقريبا دكتور فقير. إن شاء الله يكون ليك دخل مادي إن شاء الله كويس، ومكانة اجتماعية كويسة. أكيد أنت حسيت ده بعد ما جبت نتيجة كويسة. الناس دلوقتي الدكتور راح، الدكتور جه تكلمك باحترام. حتى جيرانك اللي جنبك اللي جنبكوا يعني تحس انهم بدأوا يكلموك كده دكتور بقى وكده. فان شاء الله يعني تحقق مكانة مادية واجتماعية كويسة. وتاني اهم حاجة، او دي اهم حاجة المفروض كنت احطها رقم واحد، ان هي ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. تخيل كده انت قاعد في الطوارئ، حد جاي لك مثلا يقول لك انا بطني بتتقطع، بطني هموت. لو انت دكتور ساقط او فاشل هتديله اي مسكن وتروحه. وطبعا دي هيترتب عليها كوارث، لان مثلا افرض الراجل ده عنده زايده ملتهبه او التهاب في الزايده، وانت اديته له مسكن وروحته، هيجي لك الراجل ده بعد ربع ساعه نص ساعه الزايده منفجره وعنده نزيف داخلي وممكن يموت. فدي حاجه مهمه جدا ان انت تنقذ روح بني ادم، ودي حاجه بسيطه جدا. او مثلا واحد جالك بجلطه لا قدر الله، وانت باجراءات بسيطه وعلاجات بسيطه تقدر تنقذه وتنقذ حياته في يعني باستخدام اجراءات بسيطه. ده لو انت شاطر. وطبعا حالات كتير جدا 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 تتعرض لها في الطوارئ، لو انت جاهز لها هتنقذ ارواح يعني ناس وهتحييهم من جديد. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. تالت حاجة ودي اللي أنا يعني بعتبرها حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي إن أنت تنفع الإسلام والمسلمين وتغير الفكرة اللي الغرب واخدينها عن المسلمين. تكلم دلوقتي أي واحد غربي يفتكر المسلم ده البس حزام ناسف وفجر نفسك، لا روح مش عارف اعمل ايه. وده طبعا جهل منهم وتخلف، لأنهم أصلا كانوا يعني وقت نزول الإسلام كانوا كلهم مجتمعات متخلفة. بص كده على فرنسا، كانوا يعني
عفوا في اللفظ أعفن خلق الله. يعني هم أصلا أي أوروبا وأمريكا ناقلين الحضارة من الإسلام والمسلمين، وفي نماذج مشرفة كتير للمسلمين خدوا منهم أصلا الكتب بتاعتهم ودرسوها في كتبهم. بس يعني العيب علينا احنا، لأن احنا اللي رضينا إن احنا نتزيل الأمم بعد ما كنا احنا اللي في المقدمة، احنا اللي سيطرنا على أكتر من 3/4 الكوكب. بس يعني لنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن النماذج المشرفة دي ابن سينا أبو الطب، هو يعتبر أكبر عالم في العلوم الطبية، هو ابن سينا. كانت كتبه ومؤلفاته تدرس في أوروبا قرون عديدة جدا. ومن بعده الدكتور الداعية المسلم حسين عبد الستار، صاحب كتاب بصومة، أشهر كتاب في علم الأمراض لحد يومنا هذا. لحد يومنا هذا الناس بتذاكر منه عشان تحضر حاجة اسمها معادلة عشان تعرف تسافر. يعني حاجة مشرفة جدا جدا جدا، نتمنى ان احنا نكون ربعه او حتى نصه. وطبعا ابن الهيثم والرازي وغيرهم كتير اللي كانوا مسلمين ورفعوا من قدر المسلمين. وطبعا الاسلام مش محتاج حد يرفع من قدره، ولكن طبعا النماذج دي هي اللي بتشرفنا وهي اللي بترفع راسنا. فلازم ان احنا نتخذهم قدوة لينا ونبعد عن اي مشتتات. ده فعلا يا جماعة اللي هيفضل لنا، سواء بعد ما ماتنا في الدنيا او في الاخرة ان شاء الله. واحنا طبعا هنسأل عن علمنا احنا عملنا بيه ايه، وعن شبابنا عملنا بيه ايه او عملنا فيه ايه. فلازم نتخذ الناس دي قدوة ونقتدي بيهم، ونحاول ان احنا نرجع تاني الاسلام والمسلمين للمقدمة. وما نرضاش طبعا ان احنا نبقى متزيلين ومجتمعات متخلفة. فدي حاجة بتزعل الواحد جدا. فلازم ان انت تكون داخل وحاطط في دماغك ان انت ان شاء الله تنفع الاسلام والمسلمين. ده بالنسبة لمميزات كلية الطب. طب بالنسبة للعيوب، زي ما قلت لك اي حاجة لها عيوب، اي حاجة في الدنيا لها عيوب. فالطب طبعا متعب يعني لدرجة كبيرة جدا، يعتبر اكتر كلية هتتعب فيها بسبب المناهج الكبيرة والامتحانات المستمرة. فانت لازم هتتعب، يعني مفيش عسل من غير قرصة نحلة. طبعا اي حاجة مهمة او اي حاجة ليها قيمة لازم هتتعب فيها. فانت لازم طبعا هتستحمل. و يعني احنا الدنيا خلقت على قدر، فلازم هتستحمل، لازم هتستحمل ولازم هتتعب. طيب بالنسبة لي ناس كتير مفكرة ان اول ما تدخل كلية الطب ان خلاص هفضل طول ال24 ساعة بذاكر، مفيش حياة، مفيش ترفيه عن النفس، مفيش الكلام ده. اللي بيقولك كده يبقى بيستغفلك لانك لسه ما دخلتش كلية الطب، او بيبقى عايز ايه اللي هو يستعطفك عشان تقول واو ايه اللي انت بتعمله ده، انت مجرم. مفيش الكلام ده. انت في الكلية هيبقى معاك وقت كتير جدا جدا جدا. يعني لو هتبقى شاطر وعفريت، لو انت ذاكرت في اليوم 6 ساعات بس هتبقى الراجل، بص هتطلع من اوائل الكليه. 6 ساعات في اليوم بس، ومعاك باقي ال 24 ساعه نامهم، العبهم، اعمل فيهم اللي انت عايزه، اشتغل، حاول تشتغل جنب الدراسه. فانت لو ذاكرت في اليوم بس 6 ساعات انت كده تطلع من الاوائل، وانا اضمن لك ده. وطبعا في ليالي الامتحان المجهود بيضاعف شويه، ولكن انا اضمن لك ان انت لو ذاكرت 6 ساعات يوميا بانتظام هتطلع من اوائل الكليه ان شاء الله. في سؤال تاني الناس برضو بتبقى خايفه منه قبل ما تدخل الكليه: هل الدكاتره بيكونوا صعبين والدكتور ممكن يسقطني يعني لو انا مثلا سالته سؤال والدكتور ما عرفوش، او لو انا مثلا اعترضت على حاجه؟ مفيش الكلام ده. معظم الدكاتره اصلا اللي هتشوفها في كليه الطب بيكونوا دكاتره متدينين وناس فعلا عارفين ربنا. معظمهم الاغلبيه منهم عمر ما هتلاقي حد يجيب لك سؤال بره المنهج. عمر لو رحت سألت اي دكتور هيرد عليك بطريقة وحشة. لا بالفعل هم اللي بيبقوا عايزينك تروح تسألهم وتستفيد منهم، وهيعاملوك باحترام. وهتلتمس ده وانت بتمتحن في الشفوي او بتمتحن في العملي، بيكونوا عايزينك تجيب اعلى درجة. فمعظمهم والاغلبية العظمى منهم بيكونوا ناس في قمة الاحترام والادب. وطبعا انت عارف ان صوابعك مش زي بعضها، في بعض الدكاترة ممكن يكونوا صعبين شوية، ولكن الغالبيه العظمى منهم اللي هتقابلهم ان شاء الله هيكونوا دكاتره محترمه. فاوعى تخاف من موضوع الدكاتره ده تاني. كده الحمد لله خلصنا المميزات والعيوب. تعالوا نتكلم عن نظام الدراسه. الدراسه في كليه الطب 7 سنين، 5 سنين دراسه وسنتين امتياز. ال5 سنين دراسه دول قسمناهم الى سنتين ونص حاجه اسمها اكاديمي، وسنتين ونص كلينيكال. يعني ايه اكاديمي؟ هتدرس المواد الطبيه واساسيات كل جهاز في جسمنا. احنا طبعا جسمنا عباره عن اجهزه: جهاز الهضمي، جهاز تنفسي، جهاز القلب والاوعيه الدمويه. هتدرسهم طبعا بشيء يعني من التفصيل شويه في السنتين ونص الاكاديمي دول. والسنتين ونص التانيين بيكونوا كلينيكال. يعني ايه كلينيكال؟ كلينيك يعني عياده.
فانت اول سنتين ونص هتبدا تنزل فيهم المستشفى وتتعامل مع مريض، تتعامل مع مرضى، وهتدرس حاجه اسمها مواد التخصص. ايه هي مواد التخصص؟ احنا دلوقتي بنشوف دكتور باطنه، دكتور قلب، دكتور مش عارف رمد، دكتور مش عارف طب شرعي. فدي هتدرس فيها مواد التخصص السنتين ونص الكلينيكال دول. تمام. طيب ايه هي مواد الاكاديمي؟ وعباره عن 8 مواد. طب ايه هي مواد الكلينيكال؟ برضو 8 مواد. 8 مواد. مواد الاكاديمي: اناتومي، هيستولوجي، بايوكيمستري، فيسيولوجي، باثولوجي، باراسيتولوجي، مايكروبيولوجي، فارماكولوجي. هعرفك كل يعني هعرفك اساسيات، واعرفك يعني ايه المواد دي دلوقتي. طب بالنسبه للمواد الكلينيكال: طب شرعي وسموم 8 مواد برضه، رمد اللي هو امراض العين وكده، نساء وتوليد، بطنه، حاجه اسمها طب مجتمع، انف واذن وحنجره، جراحه بانواعها، واطفال. دي اسمها مواد التخصص او مواد الكلينيكال اللي هتدرسهم في السنتين ونص التانيين. تمام. تعالوا نتكلم عن مقدمه عن مواد الاكاديمي، وعن حاجه اسمها الموديولات، وعن نظام الامتحان. بالنسبه لي المواد اللي قدامك دي، احنا عندنا حاجه اسمها اناتومي. يعني ايه اناتومي؟ اناتومي يعني علم التشريح. تخيل معايا كده ان انا جبت لك كليه مثلا، وبقول لك انا عايز اعرف يعني ايه هو الاناتومي بتاعها. انت دلوقتي بتتعامل مع الاناتومي ده كانك جبت الكليه بتاعه المريض، او جبت الكليه بتاعه الانسان ده وطلعتها. الاناتومي بدرس الحاجه السليمه، انما في الباثولوجي اللي هنتكلم عنه كمان شويه بدرس العضو المريض. يبقى قلت لك في الاناتومي احنا بنجيب العضو قدامنا وليكن الكليه، ونبدا ندرسه. ندرس فيه ايه؟ ندرس فيه حجمه، نبدا ندرس فيه مكانه، هو موجود فين بالظبط. ندرس البلاد سبلاي بتاعه، ايه هي الشرايين اللي بتغذيه، وايه هي الاعصاب اللي رايحه له. مثلا يعني اكنك ماسك الكليه كده وقاعد تتكلم عنها وتوصفها، وزنها قد ايه، فاهم؟ ده بالنسبه للاناتومي. طيب انت شفت دلوقتي اكنك ماسك الكليه بعينك المجرده كده وعمال توصفها زي ما قلت لك، ده اسمه اناتومي. طيب لو جبت انا مقطع من الكليه دي وقلت لك ادرسوا لي تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب، يبقى انت كده دخلت في ماده تانية اسمها ماده ايه؟ الهيستولوجي، او علم الانسجه. ان انت تدرس مقطع من عضو معين او من نسيج معين تحت الميكروسكوب، او احنا بنسميه هيستولوجي او علم الانسجه، او ليه اسم تاني اسمه ايه؟ اسمه مايكرو سكوبيك اناتومي. يعني هي اناتومي، انا بدرس برضو التركيب والحاجات دي، ولكن مايكروسكوبيك يعني تحت الميكروسكوب. تمام. تمام. طيب انا بشوف ايه؟ والله بشوف الخليه دي شكلها عامل ازاي، بشوف كميه السيتوبلازم فيها عامله ازاي، بشوف حجم النواه، بشوف مثلا العضيات اللي فيها اللي هو جولجي والميتوكوندريا والريبوسوم. بشوف الحاجات دي اللي موجوده في الخليه دي. تمام. وبشوف شكل الخليه وشكل النسيج عموما. فدي بالنسبه للهيستولوجي. طيب وبما ان انت بتبص جوه الخليه، فالخليه دي اكيد جواها انزيمات، واكيد جواها عمليات وتفاعلات حيويه، واكيد جواها يعني خطوات كده محدده عشان تساعد الخليه دي انها تقوم بوظيفتها. فدراسه التفاعلات الحيويه اللي موجوده جوه الخليه دي بنسميه بايوكيمستري. يعني ايه بايوكيمستري؟ يعني الكيمياء الحيويه، دراسه الانزيمات والتفاعلات الحيويه اللي بتحصل جوه الخليه وجوه جسم الانسان. تمام. طيب وبما ان انت عرفت الاناتومي وعرفت الهيستولوجي وعرفت التفاعلات الكيميائيه او التفاعلات الحيويه، فكده هتعرف تحدد الوظيفه. طيب وتحديد الوظيفه ده بيحدده علم اسمه ايه؟ اسمه علم الفسيولوجي. ايه هو علم الفسيولوجي؟ فيسيو يعني وظيفة، واولوجي يعني علم، ونفس الكلام هيستو يعني نسيج، واولوجي يعني علم. فعلم الأنسجة وعلم وظائف الأعضاء، علم وظائف الأعضاء اسمه فسيولوجي. أقدر أحدد الوظيفة بتاعة العضو ده. ومثلا لو بنتكلم عن الكلية، والله الكلية دي بتفلتر الدم ازاي؟ طب ايه المراحل اللي الكلية دي بتمشي عليها عشان تقدر تفلتر الدم بتاعنا؟ فده بالنسبة لعلم الفسيولوجي. واحنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الاناتومي وعرفنا ان هو علم التشريح، اكنك ماسك العضو في ايدك كده وعمال توصف كل حاجة فيه. اتكلمنا عن الهيستولوجي، ان انت تجيب مقطع من العضو اللي قدامك ده وتبدا تبص تحت الميكروسكوب تشوف اهم المميزات اللي موجوده في الخليه بتاعته، والعضيات بتاعته، والسيتوبلازم، وشكل النواه، وهكذا. اتكلمنا عن علم اسمه بايوكيمستري او علم الكيمياء الحيويه، ان انت تشوف التفاعلات الحيويه والانزيمات اللي بتشارك في التفاعلات الحيويه دي. اتكلمنا عن علم الفسيولوجي وهو علم وظائف الاعضاء. كده اتكلمنا عن اول 4 مواد. تعالوا نتكلم عن تاني 4 مواد. لسنا مواد ايه؟ لسنا الباثولوجي والباراسيتولوجي والميكروبيولوجي والفارماكولوجي.
الباثولوجي باثو يعني مرض، واولوجي يعني علم، فاحنا بندرس علم الامراض. مش انت في الاناتومي درست العضو السليم شكله عامل ازاي ومكانه فين والبلاد سبلاي بتاعه ايه، والهيستولوجي درست التركيب الطبيعي تحت الميكروسكوب للعضو ده، وخدت في البايوكيمستري التفاعلات الحيويه او الانزيمات اللي بتساهم في التفاعلات الحيويه، وفي الفسيولوجي عرفت الوظيفه بتاعته. فتخيل اي حاجه من الاربع حاجات اللي احنا خدناهم دول حصل فيهم مشكله، مثلا حجم الكليه زاد في الحجم قوي، كبرت في الحجم، مثلا حصل حواليها حاجه اسمها تليف والكليه بقت جامده كده وملمسها خشن، مثلا جيت ابص تحت الميكروسكوب لقيت الخلايا شكلها اتغير، ولقيت التفاعلات الحيويه اللي فيها بدات تختلف والانزيمات بدات تتحلل، جيت ابص على الوظيفه بتاعتها لقيت الوظيفه بتاعتها باظت او قلت. فايه اللي بيدرس الحاجات دي؟ علم الباثولوجي. في علم الباثولوجي يعتبر مجمع الاربع المواد دول، بس بدل ما انا بدرس على عضو طبيعي سليم، لا بدرس على عضو مريض او عيان. ببدا اشوف العضو ده بالعين المجرده ايه اللي حصل فيه من ناحيه التركيب، هل هو كبر في الحجم، هل هو مثلا حصل فيه حواليه التهاب، هل مثلا العضو ده حصل فيه تليف. ده بالنسبه للعين المجرده. طب تحت الميكروسكوب اخد حاجه اسمها بايوبسي او عينه منه وابدا اشوفها تحت الميكروسكوب، الخليه حصل فيها ايه، النواه بتاعتها غمقت، النواه بتاعتها انكمشت، العضيات اللي فيها حصل فيها ايه، السيتوبلازم بتاعها حصل تغير ايه. ده بالنسبه للباثولوجي سواء كان بالعين المجرده او تحت الميكروسكوب. والوظيفه بتاعته هل هي تغيرت خالص او قلت او انعدمت. يعني انا في الباثولوجي بشوف كل الحاجات دي، اسمه علم الامراض. طيب ده بالنسبه للباثولوجي. طب بالنسبه للباراسيتولوجي في الانجليزي بارازايت يعني طفيل، فاحنا هندرس الطفيليات اللي بتتطفل على جسم الانسان، زي مثلا اشهر حاجه البلهارسيا اللي موتت عمنا عبد الحليم حافظ الله يرحمه بقى. وهندرس حاجه اسمها الميكروبيولوجي. الميكروبيولوجي يعني دراسه الكائنات الدقيقه، يعني بتدرس فيروسات، بتدرس بكتيريا، بتدرس فطريات اللي هي هتصيب جسم الانسان. فاحنا لحد دلوقتي خدنا باثولوجي علم الامراض، العضو حصل فيه امراض وظيفته اتغيرت، وخدنا الطفيليات اللي بتصيب جسم الانسان، وخدنا الفيروسات والبكتيريا والفطريات اللي هتصيب جسم الانسان. فطالما انا عرفت سبب المرض فاكيد لازم اعرف العلاج. وايه اللي هيعرفني العلاج؟ علم تاني اسمه ايه؟ فارماكولوجي، علم الادويه، ان انت تعرف تحدد الدواء وتعرف تحدد الآلية بتاعة الدواء عشان اقدر اتخلص من المرض ده. تمام. فده بالنسبه للعلوم بتاعه مواد الاكاديمي. اناتومي العضو قدامي وبشوف مكانه، بشوف البلاد سبلاي بتاعه او التغذيه بتاعته، الشرايين اللي بتغذيه والاعصاب اللي رايحه له، وبشوف مكانه ووزنه اكني ماسكه كده وعمال اوصفه، وتركيباته والله بيتكون من كذا وكذا وكذا بالعين المجرده. بدات تشوف تحت الميكروسكوب بقى انت حاجه اسمها هيستولوجي او مايكروسكوبيك اناتومي، بدات تشوف التفاعلات الحيويه والانزيمات اللي بتشارك في التفاعلات الحيويه دي، يبقى انت في البايوكيمستري. بدات تشوف الوظيفه وبيعمل الوظيفه دي ازاي، فيسيولوجي. بدا يحصل بقى اي تغير في الحاجات الطبيعيه اللي كانت في الاناتومي والهيستولوجي والفسيولوجي والبايوكيمستري، يبقى انت دخلت في علم الامراض. في طفيل يصيب هذا العضو، يبقى انت بتدرس الباراسيتولوجي، فيروس او بكتيريا او فطر، يبقى انت في الميكروبيولوجي او علم الكائنات الدقيقه. بدات تشوف بقى الادويه عشان تعالج كل الامراض دي سواء كانت في الباثولوجي او سببها طفيل او سببها فيروس او بكتيريا، يبقى انت في علم الادويه اللي هو علم الفارماكولوجي. تمام. وطبعا مواد الكلينيكال ما فيهاش شرح دلوقتي، ان شاء الله ما يجي وقتها هنبقى اكلمكم عنها بالتفصيل. بالنسبه للموديولات، ناس كتير مفكره ان انا طالما قلت لك ان احنا هندرس الثمان مواد دي يبقى احنا هندرس الاناتومي هنخلصها وبعد كده نخش في الهيستولوجي وبعد كده نخش في البايوكيمستري. المواد دي بندرسها بصوره متداخله في صوره اجهزه، وليكن مثلا الجهاز التنفسي، زي مثلا الرئتين، بنتكلم عن الرئتين الجهاز التنفسي. بندرس في الجهاز التنفسي بندرس الثمان مواد دول. يعني ازاي؟ بندرس الاناتومي بتاع الرئه، يعني ايه، بنعرف الرئتين دول مكانهم فين والبلاد سبلاي بتاعهم ايه وبيتركبوا من ايه ومش عارف ابعاد الرئتين بتكون فين، وكل التفاصيل بتاعه الاناتومي بتاعه الرئتين دول بندرسهم في ايه. كل اللي يخص الجهاز التنفسي في الاناتومي بندرسه. تمام. والهيستولوجي بناخد مقطع من الرئه ونبدا نشوفها تحت الميكروسكوب، فبدانا ندرس الهيستولوجي بتاع مين، بتاع الجهاز التنفسي. طيب خلصنا كده؟ لا، هندرس الايه، التفاعلات الحيويه اللي بتحصل جوه خلايا الرئه، عشان برضو نعرف الانزيمات والتفاعلات الحيويه. طيب ده بالنسبه للبايو.
بالنسبة للفسيولوجي بنعرف وظيفة الجهاز التنفسي، وظيفة الرئتين، بيشتغلوا ازاي، بيتخلصوا من ثاني اكسيد الكربون ازاي، بيدخلوا اكسجين جديد ازاي، وهكذا. ده بالنسبة للفسيو. ونفس الكلام اي مرض يحصل في الكلية في الرئة، او اي تغير في الوظيفة بتاعتها بندرسها بعلم الباثولوجي. لو في طفيل صاب الجهاز التنفسي نبدأ ندرسه. لو في فيروس او بكتيريا صاب الجهاز التنفسي نبدأ ندرسه في علم الميكروبيولوجي. ونبدأ نشوف العلاج بتاع الأمراض دي عن طريق علم الفارماكولوجي. فاحنا بندرس جهاز بنسميها حاجة اسمها موديولات. تمام. ده بالنسبة لي حاجة اسمها الموديولات: الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز القلب والأوعية الدموية. كل دي الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، دي بندرسها في، يعني بنسميها موديولات. احنا بندرس الثمان مواد دول اللي تخص الجهاز ده. فاهم؟ طيب بالنسبة بقى لنظام الامتحانات، احنا عندنا بيكون ترمين: الترم الأول والترم التاني. تمام. الترم الأول أو الترم التاني بندرس شوية موديولات، غالبا بيكونوا من 3 ل 4 موديولات، يعني من 3 ل 4 أجهزة. تمام. أول موديول هتتعرض له اسمه موديول المقدمة، الانترودكشن، تبدأ تدرس مقدمات عن المواد دي، مقدمات عن المواد دي. طيب بعد ما تخلص الموديول اللي اسمه مقدمات دي، تبدأ بقى تدرس الموديولات اللي انا كلمتك عنها بالاجهزه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. طيب طب بالنسبه بقى لنظام الامتحان، انت بعد كل موديول هتمتحن امتحانين: امتحان اسمه اند موديول، يعني نهايه الموديول. بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن شويه اسئله ام سي كيو، يعني اسئله اختياريه، وبتمتحن عملي. ايه هو العمل ده؟ بنجيب لك لا اما كليه حقيقيه او نموذج لكليه حقيقيه ونبدا نسالك عنها. غالبا بيكون العمل ده مرتبط اكتر بالاناتومي، نبدا بقى نسالك، نقول لك ايه الجزء ده، نشاور لك عليه نقول لك ايه الجزء ده، نجيب لك مثلا عظمه ونقول لك ايه هي العظمه دي ومكانها فين، وهكذا. ده بالنسبه للعملي. يبقى انت اول ما تخلص الموديول هتمتحن اند موديول وهتمتحن عملي. طب انت خلصت الثلاث او اربع الموديولات اللي موجوده في الترم، هتبدا تمتحن على كل موديول ايه؟ حاجه اسمها فاينل. يعني كل موديول هتخلصه هتمتحن عليه اند وعملي. وبعد ما تخلص موديولات الترم كلها هتبدا تمتحن فاينل على كل موديول. الفاينل ده بيكون عباره عن اسئله ام سي كيو واسئله نظريه. يعني ايه نظريه؟ اسئله مقالي، اسئله مقالي قصدي، مقالي، سؤال مقالي، يبقى سؤال ام سي كيو وسؤال مقالي. والفاينل ده بيكون عليه اكبر كميه من الدرجات. تمام. يبقى ده بالنسبه لي المقدمه عن المواد الاكاديميه وعن حاجه اسمها موديولات وعن نظام الامتحانات. هل الانجليزي يمثل عائق؟ هقول لك طبعا لا. انت في الاول بس لان انت كنت بتدرس بالعربي وبعد كده انتقلت ان انت تدرس بالانجليزي، فبتحس فيه مشكله شويه، لكن مفيش اي مشكله. الدكتور اللي بيبقى مثلا بيسالك شفوي ما بيبقاش عايز منك ان انت يكون السبيلنج بتاعك مظبوط والنطق بتاعك مظبوط والقواعد والجرامر عندك مظبوط. هو بيكون عايزك فاهم الموضوع، عبر عنه باسلوبك. طب بالنسبه للاسئله المقاليه برضو نفس الكلام، لو انت فاهم هتعرف تعبر باسلوبك. وليكن سؤال: ما هي وظيفه القلب؟ واحد فاهم والله القلب يضخ الدم الى الجسم، وظهرت بامبس بلاد ثرو مثلا ليفت فنتريكل. فانت فاهم بتعبر باسلوبك. مفيش حد طالب منك ان انت تكون ضليع في الانجليزي. زي ما قلت لك ان انت اول شهر او شهر ونص بتمسك بقى ترجمة جوجل وتقعد تترجم كل كلمة، ولكن هتكتشف بعد كده ان انت مش محتاج اي حاجة من الحاجات دي. وليكن مثلا هنفترض ان انت ما خدتش دعامة وحركة في ثالثة ثانوي، ولا خدت عظام الطرف العلوي مثلا، وقلت لك يعني ايه قلنا، هتقول لي قلنا ما اعرفش، تعالى نترجمها. لو جينا نترجمها هتطلع يعني الزند. طيب احنا افترضنا ان انت ما خدتش دعامة وحركة، فانت عرفت يعني ايه زند؟ ما تعرفش ايه الزند ده؟ انا ما اعرفش يعني ايه زند. طب ايه اللي هيعرفني يعني ايه زند؟ والله اللي هيعرفني يعني ايه زند اقول لك ان الزند ده عظمه من عظام الطرف العلوي، موجوده طبعا في الجزء الداخلي، متمفصله مع عظمه كذا ومتمفصله مع عظمه كذا. فالتفاصيل دي هي اللي عرفتني يعني ايه زند، مش الترجمه العربي. مثال تاني: حاجه اسمها مضله اوبلونجاتا. مضله اوبلونجاتا يعني ايه مضله اوبلونجاتا؟ لو سالتك قلت لك يعني ايه مضله اوبلونجاتا، قلت لي تعالى نترجمها. جينا نترجمها لقينا حاجه اسمها نخاع مستطيل. طب انت استفدت حاجه لما عرفت ايه هو النخاع المستطيل ده؟ والله ما استفدت حاجه، ما اعرفش يعني ايه نخاع مستطيل. لكن ايه اللي هيعرفك نخاع مستطيل؟ والله اللي هيعرفني يعني ايه نخاع مستطيل ان هو جزء من الدماغ، مش عارف، بيتحكم في اجزاء الجسم كذا وكذا وكذا، وفي السناتر اللي مسؤوله عن كذا وكذا وكذا. فده هو اللي هيعرفني يعني ايه نخاع مستطيل. فالترجمه وترجمه كل كلمه دي مش هتفيدك باي حاجه. فلازم ان انت يعني تعرف من اين
تؤكل الكتف. يعني لازم ما تبقاش انت طبعا زي ما قلت لك ان انت اول شهر ونص هتبقى داخل غصب عنك هتقعد تترجم كل كلمه، ولكن بعد كده ان شاء الله هتتعود. طيب دلوقتي في الفتره دي بالذات يقعد ناس تنزل عن كورسات للمصطلحات الطبيه. هو انا داخل كليه الطب ليه؟ ما انا داخل كليه الطب عشان بدرس مصطلحات باللغه اللاتينيه، يعني كل دراستي عباره عن مصطلحات. فادرس كورس مصطلحات طبيه ليه؟ ما دام انا هاخدها بالتفصيل في كل سيستم انا هاخده، او في كل ماده انا هاخدها لها مصطلحاتها اللي الدكاتره هياكدوا لنا عليها. فليه انا اكلف نفسي واخد حاجه اسمها مصطلحات طبيه مش هتفيدني باي حاجه، هبقى بضيع فلوسي على الارض. وزي ما قلت لكم انت داخل كليه الطب عشان تدرس المصطلحات دي، فانت ما ينفعش اقول لك تعالى اما اجمع لك المصطلحات الطبيه، ما انا كده كده هاخدها. فكبر دماغك، حاول في الفتره دي ان انت تستجم كده وتحاول تهدي اعصابك وتحاول تحدد هدفك زي ما قلت لك في الاول، وفكك انت من اي كورسات واي نصب. الناس بيقعدوا ويستغلوا ان انت داخل ما انتش فاهم اي حاجه ويقول لك تعالى مديك كورس مصطلحات طبيه، مفيش الكلام ده. فحاول ان انت يعني تبعد عن الناس دي وما تقعش في الفخ. كده الحمد لله خلصنا الجزء الاهم من الفيديو ده. تعالوا نتكلم عن جزء بسيط وهو ايه، ان انت تشتري تابلت ولا لابتوب ولا تذاكر من الكتاب. بص هقول لك على حاجه، انت عندك في الكليه الدكاتره بينزلوا الكتب، في كتب عندك مقالي، مش مقالي ان انت بتشتري الكتب دي من مكتبه او بتطبعها او اي حاجه. فانت لو انت متعود ان انت تذاكر من كتاب، مش هجبرك على حاجه، فذاكر من الكتاب زي ما انت عايز. طيب لو انت فكرت تشتري لابتوب او تابلت، ايه اللي هيفيدك اكتر في الكليه؟ من وجهة نظري التابلت هو اللي هيفيدك اكتر. اللابتوب يعني تعامله صعب شويه وتقعد تشحنه كتير ومش عارف بيعمل ايه، انما التابلت على طول عايز تذاكر تفتح البي دي اف، تسمي البي دي اف، تقعد بقى تتعامل معاه وتكتب بالقلم براحتك. فالتابلت هيكون افضل ليك. لو هتشتري تابلت حاول تشتري تابلت كويس وبيكون بيجي معاه قلم، او لو انت مش هتقدر تشتري تابلت معاه قلم اشتري تابلت عادي واشتري له قلم منفصل. المهم ان انت لو نويت تشتري تابلت او لابتوب خليك في التابلت احسن. تمام. لان التابلت الصراحه هو اللي هيفيدك، ولو انت عايز ترسم اي رسومات تضيف اي حاجه، وانا برضو عامل لكم البي دي اف والكلام ده عليه، فالتابلت هيفيدك اكتر. وبس كده الحمد لله. يعني مش عارف انا طولت عليكم حوالي نص ساعه، فيا رب تكونوا استفدتم. حاولوا تشيروا الفيديو ده مع اي زميل لكم داخل الكليه، واهلا بكم في كليه الطب مره ثالثه. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.